كلام لا يفهمه إلا العقلاء. المرض نصيب والعلاج قرار، والزواج نصيب والطلاق قرار، ووجود أشخاص في حياتك نصيب واحتفاظ بهم قرار. فإن لن تكن تمتلك النصيب فأنت تمتلك القرار. عيوب الجسم يسترها متران من القماش، ولكن عيوب الفكر يكشفه أول نقاش. ليست الأمراض في الأجساد فقط، بل في الأخلاق أيضا. لذا إذا رأيت سيء الخلق فادعوا له بالشفاء، واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاك. مخلوقون من نطفة، وأصلنا من طين، وأرقى ملابسنا من دودة، وأشهى طعامنا من نحلة، ومرقدنا تحت الأرض. سبب المشاكل وقطع العلاقات وشحن النفوس هو نقل الكلام، ونحن ما بين مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد. عجيب من يجد في نفسه عذرا في كل شيء ولا يعذر الناس في أي شيء. أجمل سرقة هي سرقة القلوب بطيب الأخلاق. الفراشة رغم جمالها حشرة، صبار رغم قسوته زهرة. فلا تحكم على الناس من أشكالهم، بل أحكم عليهم بما تحتويه قلوبهم. كن من تكون، فاليوم تمشي وغدا مدفون. اهتمامنا شديد جدا في الدنيا، بروفيسور، دكتور، مهندس، معلم، لكن ماذا أعددنا للآخرة؟